مشاهدينا برحب بيكم مجددا ولسه مكملين معاكم مشوارنا مع رحلتنا في الجولدن جلوبز 2015 والحفل الثاني والسبعين. طبعا له قيمة كبيرة جدا والأفلام كمان المشاركة ليها قيمة كبيرة. هنجد ان في عدد كبير من الأفلام اللي اشتركت هذا العام ورشحت لنيل جوائز الجولدن جلوبز زي The Imitation Game, The Gone Girl, Into the Woods, Maps to the Stars, Wild Mommy، غيرها من الأفلام الكتيرة جدا المهمة اللي شاركت ورشحت في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب ولكن لم تحصد أي جوائز. احنا عايزين نتوقف عند الأفلام اللي تم ترشيحها هذا العام ونعرف ليه لم تنل أي جوائز. هل فعلا استحقت هذا الأمر ولا كانت يجب أن هي تحصل على جوائز كأحسن ممثل، أحسن مخرج، أحسن سيناريو وغيرها من الجوائز الكتيرة جدا. اسمحوا لي أن أنا أرحب مجددا بضيوفي اللي منوريني النهاردة للحديث عن الجولدن جلوبز ومنورينا في السينما المصرية. يعني أنا عايزة أبدأ من فيلم مهم جدا هو فيلم The Imitation جيم او لعبه المحاكاه او لعبه التقليد. قد ايه الفيلم ده مهم ومع ذلك لم يحصد اي جائزه وان كان رشح لجوائز الجولدن جلوبز. المفارقه او الكبوه او المشكله فين؟ ليه ما خدش الفيلم ده؟ هل يعني المفروض ان احنا نعتبرها مشكله؟ لا. لو اعتبرنا ان الفيلم جيد اوكي. بس هو حصوله على الترشيح هو بيعتبر جايزه. يعني من قيمه برضو الجولدن جلوبز والاوسكار فكره النومينيشنز ان في شورت ليست ب5 أو ب7 أو 10 يعني من الافلام الجيده. مجرد ان هم يوصلوا للشورت ليست ده يعتبر انه الفيلم ممتاز يعني رائع، يعني زي اشاده او تقدير ان هو رشح لجائزه الجولدن جلوبز او الاوسكار. ده نفسه اشاده مهمه جدا. علشان نقول ان الفيلم ده هو احسن فيلم مصري في سنه 2014 او 2015 وبقيه الافلام لا تذكر على الاطلاق، في ظلم بين في الفن. مفيش كده. يعني في دايما حاجات متقاربه في المستوى، في اذواق مختلفه، في اراء متباينه. فلما يبقى في اكتر من اختيار في 5 أفلام بتترشح ده بيدي فرصة أكبر لأنه كل الأفلام الكويسة أو معظمها يدخل، وإنه الأذواق تتعدد ويبقى في أذواق أكتر. مين فيهم بقى بينجح إن هو يحصل على أعلى الأصوات وبكم صوت؟ للأسف دي من الأسرار سواء في جوائز الأكاديمية أو في جوائز الجولدن جلوبز. من الأسرار اللي لم يكشف عنها لغايه دلوقتي التفاصيل بتاعه التصويت. يعني الفيلم ده خد الجايزه كام صوت؟ ممكن يبقى فرق صوت او صوتين. صحيح. ففي فيلم يبقى حظه وحش يترشح ل 11 جايزه ويتصادق على كل الجوائز وممكن يخسر بعض هذه الجوائز على صوتين او 3. مش معنى كده ان الفيلم وحش خالص، او مش معنى كده هي مساله صدفه. انا ليه استوقفني الفيلم ده يا استاذ عصام؟ لان الفيلم ده رشح ل5 جوائز جولدن جلوب و8 اوسكار، وعلى راس هذه الجوائز في الجولدن جلوب افضل فيلم درامي او فيلم ينتمي لفئه الدراما. والفيلم ده بيحكي عن زي سيره ذاتيه عن ألان تورينج اللي كان له او بنعزه له الفضل في ظهور الكمبيوتر او الحاسوب، وان هو فك يعني الانجما خلت بعد كده جيش الحلفاء او الشفره اللي خاصه بالالمان النازيين. ففيلم يعني بيتكلم عن سيره ذاتيه، ودايما احنا عارفين ان الافلام السيره الذاتيه بيبقى فيها قبول واعجاب ومصروف عليها كويس جدا. مش بالضروره، بس هو السنه دي معظم الافلام فعلا اللي مترشحه كلها متاخده عن سير حقيقيه. حتى فوكس كاتشر صحيح ثيوري اوف ايفريثينج. فالسنه دي فعلا في ظاهره الافلام البيوجرافي دي اللي هي بتحكي سير حياة ناس يعني معروفين. يمكن ده كمان يكون ظلم الفيلم. صح. لأنه حصل مقارنة بينه وبين أفلام تانية. الأفلام التانية. ثيوري اوف ايفريثينج مثلا بيحكي أو بيج آيز بيحكي عن ستيفن هوكينج الفيزيائي المشهور بالظبط، وهو عالم برضو. طب والفيلم أكثر تأثيرا من الناحية الإنسانية ومعمول بشكل عاطفي اكتر ومؤثر على العواطف اكتر.
فطبعا هيبقى غالب يعني التاثر بيها يبقى اكتر. صحيح. وهكذا ومختلف يعني. كمان لان اغلب الافلام الامريكان بيكون فيها نزعه الافلام الاكشن او الحركه او الاثاره او الثريلر او الرعب، فلما في فيلم عاطفي من الالف للياء بيبقى بالنسبه لهم شغوفين جدا او ماده دسمه جدا ان هم يتفرجوا عليه. هو ممكن يكون سيء الحظ، معلش نأمل يعني بقى السنه الجايه يعني يبقى حظهم احسن. I'm designing a machine that will allow us to break every German message instantly. It was impossible. Sometimes it's the very people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. Could machines ever think as human beings do? Most people say no. You're not most people. I'm just a mathematician. I know a lot of spies, Alan. You've got more secrets than the best of them. This is serious. They could send you to jail.